قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. كان المشركون يدعون الأولياء والصالحين والملائكة والرسل، كانوا يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى كما يقولون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدون المخلوقين من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين ليقربوهم إلى الله زلفى كما يزعمون. فالله جل وعلا رد عليهم وقال: إن هؤلاء الذين تدعونهم معي، عيسى وعزير والملائكة والأولياء والصالحون، كلهم عباد لي يدعونني ويرجونني ويخافون مني، فهم عباد لا يصلح أن يصرف لهم شيء من العبادة. فالله جل وعلا تحداهم في هذا، فقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعوهم المشركون من الملائكة والرسل والأنبياء والأولياء والصالحين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعبدون الله جل وعلا. الوسيلة هي العبادة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله عز وجل، والوسيلة هي القرب، وما يقرب إلى الشيء يسمى وسيلة إليه. فهؤلاء هم بحاجة إلى الله عز وجل، يدعون الله، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القرب منه سبحانه وتعالى أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ليس لهم من الأمر شيء، يخافون من عذاب الله ويرجون رحمة الله ويدعون الله، فكيف تتخذونهم آلهة مع الله سبحانه؟ إن عذاب ربك كان محذورا. عذاب الله يخاف منه سبحانه وتعالى لأنه واقع لا محالة، سأل سائل بعذاب واقع ليس له دافع، فهم يخافون من هذا. أولئك الذين يدعون أي يدعوهم المشركون من الملائكة والرسل والأولياء والصالحين، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم فقراء محتاجون يتقربون إلى الله بالعبادة، فكيف يعبدون مع الله سبحانه وتعالى؟ فهذا هو معنى التوحيد. التوحيد هو دعاء الله وعبادته، تقرب إليه سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد، وترك عبادة ما سواه. لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله هو معنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو معنى لا إله إلا الله. الأمر واضح في هذا، والتوحيد مفسر في القرآن، ما يحتاج أن نذهب إلى علماء الكلام أو إلى الصوفية أو إلى عباد القبور يفسرونه لنا، نأخذ تفسيره من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.